مستمعينا الكرام، خلينا نروح لموضوع ثاني، موضوع في غاية الأهمية، ونشوف قديش شبابنا العربي ما زال حب فلسطين فيه ينبض. شبابنا في تونس كيف نشفى من حب تونس، تونسية الهوية، فلسطينية الهوى. وردة الشعراء مريم الطرابلسي التي تبلغ من العمر 17 عاما قالت ما لم يقلها الجميع، جميع دول العالم في حب فلسطين. قالت فلسطين قضيتي. الشباب العربي ومنذ التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر عن ما جال في داخله، منهم من قال ومنهم من فعل ومنهم ما زال يقول ومنهم من كتب وغرد وأعلى صوته. وردة الشعراء قالت كلمات أثلجت القلب، ويكفي هذا العمر الربيعي دلالة على أن القضية في وجدان الشعوب العربية لم تمت. مريم الطرابلسي كانت بالمرصاد لهذا الزمن الذي أغرق العقول بكل شيء إلا القدس. بنرحب بوردة الشعراء التونسية الهوية الفلسطينية الهوى مريم الطرابلسي من تونس. مريم مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. مريم بنرحب فيكي على أثير إذاعة صوت فلسطين. كل الشكر والاحترام، سعيدة جدا بهذه المداخلة معكم على صوت فلسطين، سعيدة أكثر إنه صوت الحق وصل لأصحاب الحق. مريم شو رأيك نسمع جزء بسيط من قصيدتك ونرجع نحكي مطولا؟ خليكي معنا. لا تفرح، فوراء الجريمة هناك قاضي، القاضي حكيم عادل يأخذ بعين الاعتبار كل الماضي. القدس حزينة يا سادة، فلسطين محتلة يا سادة، أمتي لا دين ولا عبادة، أمتي همها الوحيد القيادة والسيادة، ألمي وحزني دموعي على الوسادة، أشتاق إلى القهوة والجلوس في الساحة وسماع وردة وفيروز وميادة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم جبار لئيم. لا تفرح فوراء حسبي الله ونعم الوكيل. يا مريم أول إشي قصيدة حب، وهي جزء من القصيدة الكاملة، قصيدة طويلة بس اختصرناها. كشابة عربية تونسية شو بتعني لك فلسطين؟ فلسطين ليست مجرد أرض محتلة أو شعب مضطهد، بل هي أرض الأنبياء، هي قضية الأمة، هي الأرض التي تقع فيها كما نعلم القدس، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فلسطين أصبحت أيقونة الشرفاء في هذا العالم، في العالم أجمع، وقضية بقاء أو فناء بالنسبة للشعوب العربية. وكما أقول إليك يا العزيزة علي، يا قدسنا الأبية، إليك يا فلسطين يا الغالية علي، ولن أعدك بمساندة الأمة العربية، أمة حمقاء أمة غبية، انظروا إليهم لا يخجلون، بالتضامن يتظاهرون، وعلى صفقة العار يوقعون، من افتكوا أراضينا أولئك المغتصبون. أنا من بلاد مباركة في القرآن مذكورة، في دين محفورة، وأنا صغيرة جدا كالعصفورة، بالخير أتمنى أراضينا مغمورة، خبز وتين وزيت وزيتونة، أبي المكافح وأمي حنونة، الصبح مدرسة ورائحة ورود فواحة، وفي المساء نلعب في الباحة، الليل حبها تسيئنا، أسمعوني بحليح ويزدلنا يزك ريح. تونس أرض الخير، ثقافة، فهم وتفكير، تونس أرض السلام، يعجز عن وصفها الكلام. ليه معناتها لا حاجة اسمها الآلام، على خاطر احنا قربنا جينا القدام، احنا نعم احنا اللي نجينا بالمساواة في زمان تنهبط فيه الحريات. تونس رمز الأمل والعمل، تونس الأصالة والفن والحداثة، تونسنا المضيافة، وجودي في البلاد هذية أحلى هدية هدتها لحياة ليا. عارف ليش أنا عم أقول في آخر جملة وجودي في بلدي أحلى هدية هدتها يعني الحياة لي؟ لأنه بلدي بيدعم فلسطين، لأنه وحدة الشعبين الفلسطيني والتونسي لا أحد يمكن أن ينكر بها. نحن تونسيين حتى وإن اختلفنا في كل شيء، حتى وإن اختلفنا في كل شيء، يجمعنا حب فلسطين، يجمعنا عروبتنا، وتربينا نحن على حب، وتربينا نحن على حب تونس. بسمعك. تسلم يا غالي. في النهاية بدي أحكي لكم يا أحبابي الكرام إنه الشعب التونسي متضامن مع الشعب الفلسطيني العظيم، أعظم شعب عربي هو الشعب الفلسطيني. أنا كنت قد حضرت في تظاهرة فلسطين بوصلت الأسبوع الماضي.
لم تصدقني، ومش قادر أنا أحكي يعني أو أوصف كمية الحب والعطاء والتآزر والتعاون والتضامن اللي قدمه واللي ظاهر على وجوه التونسيين. يعني في رجل أنا عم أحكي وهو عم يبكي، أنا قدمت قصيدتي وعم يبكي، أنا سألته ليش عم تبكي يا عم؟ قال لي أنت لما حكيتي أنت صادقة، أنا بكيت لما أنت حكيتي. حكيت له أنت بكيت لما أنا حكيت؟ حكى لي صدقني أنا أقسم بالله عم ببكي يومها، بكيت كثير كثير كثير، صدقني والله. نحن بنحبكم بندعمكم. يا الله يا الله. سلم يا رب. مريم كمؤثرة كشاعر انتشرت قصائد مريم الطرابلسي الشابة كالنار بالهشيم في تونس رفضا للتطبيع الإماراتي والاحتلال الإسرائيلي. انسحبتي كمان من مسابقة تحدي القراءة، احكي لنا شوي عن هاي المسابقة وشو اللي دفع مريم للانسحاب من هاي المسابقة. اوكي، اول شيء انا نزلت تدوينه على صفحتي وهي كالاتي، وهي فيها موقفي وفيها ليش انا انسحبت وكل شيء. اول شيء انا اقول انا مريم الطرابلسي شاعرة تونسية مشاركة في تحدي القراءة العربي للموسم الثالث، أعلن انسحابي رسميا من المسابقة داعية كل معارفي وأصدقائي ومتابعي للانسحاب. وكما يعلم الجميع أن غايتي الأولى والأخيرة الواحدة والوحيدة هي نصرة الشعوب المضطهدة والمظلومة على رأسهم الشعب الفلسطيني، رافضة بذلك التطبيع مع الكيان الصهيوني. القدس عاصمة فلسطين الأبدية، دامت فلسطين حرة مستقلة أبية. فلسطين قضيتي كانت وستبقى قضيتي. التطبيع خيانة عظمى. ملاحظة: المسابقة تقام في الإمارات. وشكرا. طيب مريم، على هذا الجهد وهذا النشاط وحبك لفلسطين وفلسطين قضيتي، قام السفير الفلسطيني في تونس بتكريمك على هذا الجهد. صحيح، أنا كنت قد شاركت في إحياء الذكرى 55 انطلاق حركة فتح لتونس بتسلية من مكتب حركة طلابي إقليم حركة فتح بتونس. كانت مشاركتي بقصيدة عذرا، ثم صورت قصيدة إلى مزبلة التاريخ، تصوير وتسجيل في يومين فقط. للعلم كتبت القصيدة في ليلة واحدة. وبهذه المناسبة أشكر جميع فريق العمل على رأسهم المخرج زياد الخميري، وأشكر كذلك كل مؤثري دور شباب سيدي ثابت وحي التضامن على تعاونهم ودعمهم. القصيدة من الأول يعني أنا عرضتها على سفارة، فاستضافني سعادة السفير الفلسطيني الأستاذ هائل الفهوم، وله جزيل الشكر والتقدير حيث كرمني، وأود أن أتحدث عنه. فهو متعاون وداعم جدا للمواهب الشبابية. بالنسبة للقصيدة يعني أنا بدي أحكي شيء، عندما سألتني بس أنا بدي أحكي هذا الشيء. أنا نزلت قصيدة على صفحتي على بروفايلي بعد ما كنت قد عقدت عقد مع وزارة الثقافة الفلسطينية على أن يتم عرضه على قنواتها المتلفزة الإلكترونية، وانتظرت كثيرا، وعندما لم يأتي الرد منهم ولم يتم العرض أنا قمت بنفسي بنشرها على بروفايلي. من أول صدقني إدارة الفيسبوك أنا بنشر وهي بتحذف، أصدقائي بنشروا وهي بتحذف. أنت عارف يعني تحذف كلمات الحق يا مريم اللي عاملينه. إدارة الفيسبوك بتحذف كلمات الحق عن صفحتها. تحذف تحذف. صارت شو أرد عليهم أنا؟ شو أحكي لهم؟ أحكي لهم صوت الحق لا يموت، ونار الثورة في داخلنا لا تخمد، ولن يزول مجدنا حتى وإن ملنا، ولن تمحى هويتنا حتى وإن الطريق ضللنا. وبعد من ثم أنا شاركت في تظاهرة تونس بوصلت في الأسبوع الماضي. وأنا طالعة من التظاهرة شوف شو ظرفي، يعني كما يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. صحيح. صار هيك مناقشة صغيرة، حوار صغير مع برنامج بلا قناع، وانتشر الفيديو بطريقة خيالية. يعني في يوم محقق يجي 3 مليون مشاهدة على صفحة واحدة، في باقي صفحات 50,000 60,000 150,000. انتشر بطريقة بهذه المناسبة أشكر كل الفلسطينيين وكل التونسيين على دعمهم، كل الوطن العربي على دعمهم ونشرهم للفيديو. كمان مريم تعرضت لنقد كبير. بكل صدق مريم تعرضت لنقد كبير بعد نشر قصيدتك وإيصال الصوت، والقصيدة اللي فيها بعض الناس اعتبرت في انه فيها نوع من لاذع، كانت فيها نقد لاذع لبعض الناس. نعم، نقد لاذع، وكذلك في ناس اعتبرته إهانة، وهي الجملة الآتية: أنا قلت أمتي أمة حمقاء أمة غبية. أنا لا أقصد أن أمتي أمة غبية. ما لكم يا أحبائي يا أصدقائي؟ الأمة العربية أعظم أمة على وجه الأرض. أنتم أمة العلماء والفقهاء والأدباء، أنتم أمة العلم.
أنت تعلم من أول يعني من أنشأ العلوم، الفلاسفة الكبار، العلماء، الأدباء. لغتنا اللغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن. أنا ليس قصدي أن أقدم أمتي أو أن أستحقر أمتي، لا بالعكس. أنا فقط أردت أن يعني كإشارة، كاستفاقة، طيب. حتى أحسسهم بهذا الذنب. يعني كما تعلم في الآونة الأخيرة هناك استهتار كبير، هناك يعني تفشي لظواهر مخزية حقيقة من تبعية. طيب مريم، في كل شيء. مريم، شبابنا يعني شباب ذكي، شباب واعي. نعم مريم الآن نعم. صوت مريم الطرابلسي الشاعرة التونسية وردة الشعراء يملأ صوتها كل فلسطين. ماذا تقول للشباب الفلسطيني اليوم في فلسطين، وماذا تقول للشباب العربي أيضا في رسالة أخيرة منك يا مريم؟ في رسالة أخيرة أود أن أوجه هذه الكلام. أنا كتبتها، هي مثل خاطرة، مثل قصيدة، مجموعة من الحكم كتبتها سريعا، حتى أقول لكل الشباب العربي وللشباب الفلسطيني: لا تيأسوا أول شيء، وأقول: لا تنساقوا وراء التقليد والتبعية، وتجاوزوا بالفكر حدودكم الجغرافية. اتخذوا لذواتكم مكانة اجتماعية، ونادوا بالعدل والعدالة وكل القيم الديمقراطية، ولا تقبلوا بالظلم والقمع والدكتاتورية. اختاروا ممثليكم بكل نزاهة وشفافية، واعملوا عقولكم ويكفي رجعية. احبوا الخير لبعضكم لا للأنانية، ردوا الجميل بما هو أجمل. فالوطن ماذا يا سيدي؟ الوطن أمنا، أليس كذلك؟ والأم ماذا يا سيدي؟ الأم مدرسة، والأم مقدسة، والأم جنة. نحن منه وهو منا، ولن يزول مجدنا حتى وإن منا، ولن تمحى هويتنا حتى وإن الطريق ضللنا، لأنه رعانا وأرانا السبيل. لن نكون أنانيين، وسنرد بما هو أجمل الجميل، ولن نرحل من أوطاننا مبررين خيانتنا بالعذر النبيل. أقول: أيا أمة الأدباء والعلماء والفقهاء، لا تحزني، فمجد أجدادنا سيعود على أيادي أحفادنا، على يد شباب واعي. لا أرى في مدحكم داعي، ولا ترضوا بالوضع، وقدموا البديل، حتى لا تدرسوا في شكل عالم نامي. وكن يا شابا للخير والتجديد ساعي، ستعترض طريقكم حتما أتم الأفاعي. لا تخشوا كما لم تهابوا من ذي قبل الراعي، وصرتم عليه ثورة الربيع، ثورة الآراء. ولا تقبلوا بالظلم، فكل منكم في قرارة نفسه قاضي. أقول لكم: ابنوا على الماضي، وحرروا العقول، حرروا العقول، حرروا الأراضي، لأن تحرير الأراضي لا يأتي إلا بتحرير العقول. ومن قال لي أن الشعر لن يحرر الأراضي، أقول له: صحيح، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أنا فقط واجبي أن أنشر الوعي في صفوف الشباب، أن يعني تبين للشباب أن أمتنا قادرة على النهوض. لماذا تنهض الأمة؟ لماذا؟ بالعلم، بالوعي، صحيح. بالثقافة المكتسبة. نكتسب الثقافة بالفنون، بالشعر، بالكتابة. فاهم علي؟ يعني أنا لهيك بحكي: حرروا العقول، حرروا العقول، حرروا الأراضي. يعني مريم، احنا اليوم فخورين فيك، فخورين بهذا النشاط من شبابنا العربي اللي دائما والله الفخر قضية فلسطين هي قضيتهم الأولى. فخورة كثير. تحياتي لك يا مريم، وإن شاء الله نراقي قريبا في فلسطين. شكرا. يسعد مساك يا رب. شكرا، الحمد لله. وشكرا لكم على هذا الدعم والتواصل. شكرا. شكرا، يسعد مساك. إلى اللقاء. مع السلامة. باي باي. ها هم شبابنا العربي، نعتز ونفتخر بهم أينما كانوا. طيب مستمعينا متابعينا الكرام، خلينا نروح لموضوع جديد في برنامج سوا بنعمرها عبر الأثير من صوت فلسطين على 90.7 FM والموجة الثانية 100.1. دائما يسعد مساكم. مبادرة جديدة وإنجاز جديد وأمل وتفاؤل